السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليومين اللي فاتوا عملنا الحفلة وعملنا تجهيزاتنا، فأكيد الدنيا هتكون ملخبطة. أي حاجة بتكون كده معانا بنحدفها على التلاجة على طول، مش عارفين احنا بنعمل ايه. فقلت كده ما اعمل روتين مع حبايب قلبي كده، انضف التلاجة وارتبها واشتري اللي ملوش لازمة فيها، اكبه في الزبالة، واللي المفروض يتحط فيها يتحط، والمفروض ما يتحطش فمش هنحط. قبل اي حاجة انزلوا اعملوا لي اشتراك ودوسوا زر الجرس، وكمان اعملوا لي لايك عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله، وما تنسوش تشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وزي ما انتم شايفين كده الدنيا ملخبطة في بعضها، حاجات فوق حاجات، لان اليومين اللي فاتوا كنت مشغولة جدا فاهملتها. فقلت النهاردة لازم كده سوري، لازم جدا اظبطها معاكم وارتبها بالنظام اللي انتوا هتشوفوه ده. في الاول كده هشتري الحاجات اللي في باب التلاجة. مفيش حد يقول لي فيها علاج او كده، مفيش، حرفيا سواء في مصر برا مصر جوا مصر في اي مكان لازم التلاجة يكون في الباب بتاعها ازازتين 3 دواء على الاقل. فطبعا انا هرتبها قدامكم دلوقتي وهتشوفوها. في رف هنحط فيه الصوصات، سواء كاتشب، سواء صوص شوكولاتة، صوص فراولة، الصوصات دي عموما. آه، زي ما هتشوفوا قدامكم دلوقتي. وواحد تاني هحط فيه اللي هو البيكنج باودر. عندي مربى حطيتها جنبه. عندي حبة بونبوني كده او شوكولاتة حطيتهم فوق للعيال، يعني الاولاد وكده. تحت هنا ده كريم شانتيه ودقيق سبونج، واللي في الاخر ده دبس رمان. طبعا درج التلاجة عندي كمان في حاجات من بتاع تجهيزات التورت والجاتوهات دي كتير، انا بحب احتفظ بيها في التلاجة، فعشان كده مفيش مكان، فاللي فضل انا حطيته في الباب زي ما انتوا شايفين كده. وده اللي جنب كشاف الازازة الصغيرة البيضة دي فانيليا، ودي الصوصات زي ما قلتلكوا. هنا بقى تعالوا ما ننظم التلاجة من الداخل، يعني من جوه شوية. هنبتدي في الأول كده نشيل الأطباق اللي فيها، ونشيل مفرش التلاجة اللي احنا حاطينه ده، ونمسحها واحدة واحدة أو رف رف، وبعدين نرجع نرتبها تاني. زي ما انتوا شايفين كده يعني. أنا تقريبا كده بقالي أسبوع ما عملتش فيها أي حاجة، لأن هي أصلا يعني من المفروض كل ما بنجيب فاكهة أو كده كل أسبوع فبنشتري اللي فيها ونمسحها كويس وبنطوقها يعني، ونحط فيها حاجات جديدة عشان تلاجتك تفضل نضيفة دايما وتحافظي عليها طول الوقت. طبعا احنا في دلوقتي وقت موسم وكده، فمامتي هي اللي جايبالي حلاوة المولد والحاجات دي. طبعا الحاجات دي مش عندي النهاردة، لا هي عندي بقالها يومين تلاتة، فطبيعي ان هي مش بطبعة المحل لسه، فاحنا اكيد اكلنا منها وكده يعني. طبعا حابة اقول لامي كل سنة وانت طيبة، ربنا يخليك ليا ويديمك نعمة في حياتي يا رب، اللهم امين. ويا رب ما يحرمناش من امهاتنا جميعا، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده هنا المشبك والحلاوة، وبعدين حلاوة المولد. وتعالوا بقى ايه، نشوف الفاكهة بتاعتنا ونشوف احنا هنحط ايه وننظمه كويس. دايما التلاجة بتاعتك دي اهم حاجة في البيت، كل ما تيجي تحطي فيها حاجة لازم تمسحيها تنضفيها عشان تحافظي عليها. لو فضلت عندك 100 سنة هتلاقيها كأنها جديدة لسه جاية، مفيش حاجة يعني. القطة دي خيلاني مش عاوزة تمشي، مش عارفة ليه. يا ريت يا حبايب قلبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتدوسوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. ده السفندي او جوز استفندي حطيناه تحت زي ما انتم شايفين كده. وكمان حطيت الموز في الرف اللي فوقه كمان. دلوقتي هنجيب ايه بقى؟ نجيب التفاح نحطه جنب اليوستفندي. زي ما انتم شايفين كده الترتيب حلو وكمان النظام حلو. يا ريت ما تنسوش الصلاة على النبي وتذكروا ربنا كتير عشان ربنا يا رب اللهم امين يحقق لكم كل اللي بتتمنوه ويفرحكم زي ما انتم مفرحيني دايما كده. طبعا مش هتنفع خالص دي للبرتقال او البرتقال. فهنحط واحدة تانية. فالمهم اللي احنا برضو لازم هنشتري برتقانة منها وكده. قط يعني لازم هنشتري برتقال. زي ما انتم شايفين بقى.
اتنظمت ولا لأ، فرق شاسع ولا لأ. طبعا كل الحاجات اللي مكانش ليها لازمة اللي هي جنب التلاجة دلوقتي دي، هنشتغلها طبعا نكبها في الزبالة، لأن خلاص ما عادش لها لازمة. دايما حافظي على مكانك نظيف، حافظي على يعني على الحتة أو على المكان أو على المنطقة عموما اللي انت بتقعدي فيها في الشقة بتاعتك عموما، خليها نظيفة عشان انت اللي قاعدة فيها مش حد تاني، فهتكون نضيفة ليك. كده انا وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا في رعاية الله.